الفيديو ده لكل الناس اللي بتقولك إن اللغة الألمانية صعبة جدا. ماشي؟ طيب هاخدك معايا في رحلة صغيرة مدتها دقيقتين وهخليك تتكلم وتقول وتعمل جملة بالألماني لوحدك. دلوقتي ركز معايا. كلمة سهل باللغة الألمانية معناها einfach. تمام؟ وحلبنا الكلمة دي. كلمة سهل معناها einfach. طب ركز معايا. لو أنا عايز أقول هذا يكون معناها das ist، يبقى سهل معناها einfach. هذا يكون معناها das ist. لو أنا عايز أقول هذا يكون سهل، بقولها إزاي؟ Das ist einfach. هذا يكون معناها das ist. einfach معناها سهل. هذا يكون das ist einfach. كلمة بالنسبة لي معناها für mich. بالنسبة لي معناها für mich. يعني لو عايز أقول هذا يكون سهل بالنسبة لي، das ist einfach für mich. ركز معايا، ركز. كلمة nicht معناها ليس. لو أنا عايز أقول هذا سهل بالنسبة لي، das ist einfach für mich. طب لو عايز أقول هذا ليس سهلا بالنسبة لي، das ist nicht einfach für mich. das ist هذا يكون، nicht ليس. das ist nicht هذا لا يكون سهل بالنسبة لي. das ist nicht einfach für mich. طب ركز معايا. لو أنا بقى عايز أقول أنا أتحدث اللغة الألمانية، أنا أتحدث معناها ich spreche. تمام؟ طيب لو عايز أقول أنا أتحدث اللغة الألمانية، كلمة اللغة الألمانية معناها Deutsch. طب لو عايز أقول أنا أتحدث اللغة الألمانية معناها إيه؟ Ich spreche Deutsch. ده بالنسبة لي سهل. Das ist einfach für mich. طب ركز معايا، دي جملة. لو عايز أربط جملتين ببعض، ما أنا مش جاي أقول لك جملة بالألماني أي حد ممكن تقراها من كتاب، لكن أنت لو واحد أهو معلم متعرفش حاجة في اللغة بس أنت معلم عايز تربط جملتين ببعض، عندنا أداة ربط معناها اسمها آبا. أداة ربط اسمها آبا. ركز معايا. لو أنا عايز أقول وأنا بتكلم ألماني بتتقال ich spreche Deutsch. ich spreche أنا أتحدث. دويتش يعني اللغة الألمانية. ich spreche Deutsch. ركز معايا. أنا أتحدث اللغة الألمانية، لكن هذا ليس سهلا بالنسبة لي. ها؟ ich spreche Deutsch aber معناها لكن. ich spreche Deutsch aber das ist nicht einfach für mich. طب ممكن انت تكون الجملة دي تحت في التعليقات. لو عايز اقول انا اتحدث اللغة الألمانية لكن هذا ليس سهلا بالنسبة لي. ممكن تكونها تحت في الكومنتات وتقول لي. سلام. مع الفيديو ده لكل الناس اللي بتقولك ان اللغة الألمانية صعبة، دلوقتي في عندنا زمن اسمه الفتوة اينس، اللي هو المستقبل اللي مش عارف ايه. المهم ركز معايا. والله هي صعبة بسبب الناس اللي بيدرسوا الكلام ده. أنا عارف إن تعليم أكاديمي ولازم إنك تعرف الفتوة أينس والفتوة تسافاي، بس ليه؟ الألمان مش بيستخدموا كده. بص، الألماني لما بيجي يتكلم مش بيقولك إيه ich werde morgen kommen. مش بيقولك كده. أنت عارف يقولك إيه؟ ich komme morgen. والله العظيم ich komme morgen، أنا هاجي بكرة. هل أنت لما بتيجي تتكلم عربي بتقول أنا سوف أأتي غدا؟ بتستخدم فعل فاتن. أنت بتقول أنا سوف. بالله عليك انت بالعربي دلوقتي انا بتكلم اهو، لما اقول لك انا جاي بكره بقول لك انا سوف اجي بكره. لا مش بقول كده، بنقول ايه؟ انا جاي بكره. اشكوما موجن في المستقبل اهي. ان شاء الله طبعا. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. اسمع، بدل ما تقول ich werde nächste Woche arbeiten. ليه يا اسطى؟ ليه بالله عليك؟ ليه ما تقول ich arbeite nächste Woche. ما تقول كده. انت ليه بتحبوا تصعبوها على الناس ويجي في الاخر يقول لك الالماني صعب؟ لا يا صاحبي، الالماني مش صعب. انت فهمتني؟ بس فما تقعدوش تقولوا الالماني صعب والمش عارف ايه. لا، الالمان لما بيجي يتكلموا بيقول لك ايه؟ ich komme morgen. بيقول لك wir fahren nächste Woche. sie besucht uns am Freitag. هي هتزورنا يوم الجمعة. بيقولكش sie werden ليه يا صاحبي ليه؟ ich lerne heute Abend. انا هذاكر النهارده بالليل. خلاص مش هقول ich werde Abend heute lernen. ليه يا اسطى؟ ليه يا اسطى؟ ليه تركب جملة صعبة وتقعد بقى تاخد ان فعل فيرن بيودي الفعل الاساسي في اخر الجملة وبيخليه في حالة المصدر؟ ليه فتوة اينس وفتوة سيفاي؟ ما تتكلم زي ما الالماني بيتكلم وخلاص. قاعدة زو بالد، القاعدة دي معناها اول ما يبقى. يعني لو انا عايز اقول انا هاجي بكرة اول ما يبقى عندي وقت. فاكر في الفيديو اللي فات لما قلنا ان الفتوة اينس اللي هو المستقبل البسيط ممكن نعوض عنه بيه المضارع زائد ظرف زمن، اللي هو بدل ما اقول ich werde morgen kommen
او انا رايح بكره ich werde morgen gehen. ممكن نقول ايه؟ انا هروح بكره على طول بقولها ازاي؟ ich gehe morgen زي ما الالمان بيقولوها. طب لو عايز اقول انا هروح بكره اول ما يبقى عندي وقت بقولها ازاي؟ ich gehe morgen sobald ich Zeit habe. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ قاعدة زوبالد يا حبيبي نفسها نفس قاعدة فايل وضميت، بتيجي بتودي الفعل في آخر الجملة وبتخليه زي ما هو من غير ما تغير فيه أي حاجة. فيبقى أنا لو عايز أقول أنا بكرة هروح أتسوق أول ما يبقى عندي وقت بقولها إزاي؟ ممكن تقولي تحت في التعليقات. الفيديو ده لكل الناس اللي بتقول ان اللغة الألمانية صعبة. ركز معايا، هاخدك في رحلة مدتها دقيقتين بالظبط، هعلمك أهم قاعدتين في اللغة الألمانية. أول حاجة عندنا قاعدة اسمها لأن معناها فايل، تمام؟ وعندنا قاعدة اسمها لهذا السبب أو لذلك معناها deshalb. طب ازاي أنا استخدم القاعدتين دول مع بعض؟ القاعدتين دول أدوات ربط. بمعنى أنا عندي جملتين دلوقتي عايز أربطهم ببعض، مش عايز أقول جملة خبرية بس، مش عايز أقول مثلا لو أنا عايز أقول أنا أدخن أو أنا لا أدخن، أنا ما بشربش سجاير، معناها ich rauche nicht، أنا لا أدخن، تمام؟ لو أنا عايز أقول بقى إن التدخين مضر للصحة، معناها das Rauchen ist ungesund، تمام؟ طيب لو أنا عايز أربط الجملتين دول ببعض، لو أنا عايز أقول أنا لا أدخن لأن التدخين مضر للصحة، لأن فهنستخدم فايل لما بتيجي في الجملة بتودي الفعل في آخر الجملة وبتخليه زي ما هو متصرف، زيها زي قاعدة اللي خدناها في بارت 1 زو بالد. طب ركز معايا، يعني أنا لو عايز أقول أنا لا أدخن ich rauche nicht لأن فايل، أنا لا أدخن لأن ich rauche nicht فايل التدخين مضر للصحة das Rauchen ist ungesund. طب لما جت فايل قبليها ودت الفعل في الآخر فبقى إيه؟ das Rauchen ungesund ist، فبقت الجملة كلها ich rauche nicht weil das Rauchen ungesund ist. طيب ركز معايا، دي أول جملة. لو أنا عايز أعكس الجملة، لو أنا عايز أقول التدخين مضر للصحة لهذا السبب أو لذلك أنا لا أدخن. لو أنا عايز ألعب بالألماني وألعب بالجملة أهو، أنا في الأول قلت أنا لا أدخن لأن التدخين مضر للصحة. طب لو عايز أقول التدخين مضر للصحة لذلك أنا لا أدخن، بنستخدم قاعدة deshalb. طب إيه اللي بيحصل في الجملة؟ ركز معايا، أنا لا أدخن التدخين مضر للصحة معناها das Rauchen ist ungesund، صح؟ طيب deshalb لهذا السبب أنا لا أدخن rauche ich nicht. إيه اللي حصل في الجملة؟ الفعل اللي هو غوخة جه في الأول والضمير جه في المرتبة التانية. ده أداة الربط deshalb بتعملها. يبقى أداة الربط فايل بتعمل إيه؟ بتودي الفعل في آخر الجملة وبتخليه زي ما هو متصرف. لما بنعوز نقول أنا لا أدخن لأن التدخين مضر للصحة ich rauche nicht weil Rauchen ungesund ist. طب لو عايز أقول التدخين مضر للصحة لهذا السبب أنا لا أدخن das Rauchen ist ungesund deshalb rauche ich nicht. طب ممكن اديك جملتين وتستخدم لي اداتين الربط دول تحت في التعليقات. ممكن تقول لي انا مش جاي بكره عشان الطقس سيء. لو عايز اقول انا مش جاي بكره ich komme nicht morgen، انا مش جاي بكره لان الطقس سيء. مش هقول لان الطقس سيء معناها das Wetter ist schlecht، das Wetter ist schlecht oder das Wetter ist kalt لان الطقس ساقع، لان عشان الجو ساقع. اربط لي الجملتين دول تحت. لو انا عايز اقول انا مش جاي بكره لان الطقس سيء، ولو عايز اقول الطقس سيء لهذا السبب انا لن اتي غدا. بعد اذنك اكتب لنا تحت في الكومنتات. سلام. في الفيديو ده هثبت لك ان اللغه الالمانيه سهله. ركز معايا، النهارده معانا قاعده اسمها das. قاعده das دي بتاخد نفس اللي كانت زوبالد وفايل بيعملوه. اللي كان بيحصل في الجملة في زوبالد وفايل، فاكر؟ كان الفعل بيروح لآخر الجملة وبيفضل متصرف زي ما هو. قاعدة das بتعمل نفس الكلام. مثلا لو أنا عايز أقول أنا أعلم معناها ich weiß، أنا عارف. كلمة أنا عارف معناها ich weiß. طب ركز معايا، لو أنا عايز أقول أنا تعبان ich bin müde، أنا تعبان. طب لو عايز أقول أنا أعلم أنني تعبان، كلمة أن معناها das. حلو. أنني بقى لو عايز أقول أنا أعلم أنني تعبان ich weiß dass ich müde bin. ich weiß dass ich müde bin. ich weiß dass ich
müde bin، يعني أنا أعلم أنني تعبان. طب ركز معايا، كلمة أنا أعتقد ماشي، أو جملة أنا أعتقد معناها ich glaube. ich glaube. طيب هو يأتي أو هو قادم معناها er kommt. هو قادم er kommt. طيب لو عايز أقول أنا أعتقد أنه قادم، أنه قادم معناها إيه؟ ich glaube dass ihr kommt. الفعل بيروح للآخر وبيفضل متصرف زي ما هو. طب ممكن تركز معايا لو أنا عايز أربط الجملتين دول ببعض. فاكر في الفيديو اللي فات لما خدنا قاعدة فايل مش قلنا إنها بتربط جملتين ببعض؟ طب ممكن نربط الجملتين اللي إحنا خدناهم من شوية دول مع بعض. لو عايز أقول أنا أعتقد معناها ich glaube، صح؟ قلناها فوق. أنا أعتقد ich glaube أنني مش جاي، أنني مش جاي dass ich nicht komme. حلو، أنا أعتقد أنني مش جاي ich glaube dass ich nicht komme. طيب لأنني مريض بقى، ها بتتقال إزاي؟ لأنها weil ich müde bin. weil ich müde bin. أنت فاهم؟ يعني الأول استخدمنا القاعدتين مع بعض أهو. قاعدة das ودت الفعل في الجملة الأولى اللي هي ich glaube dass ich nicht komme. ich glaube dass ich nicht komme اللي هو أنا أعتقد إن أنا مش جاي. das ودت فعل كوما في الآخر أهو. ich nicht komme. أنت فاهم؟ ich nicht komme كان المفروض ich komme nicht، صح؟ مش خدناها في الفيديو اللي فات. أنا لن آتي ich komme nicht. لأ، كلمة das لما جت قبل ich خليتها إيه؟ dass ich nicht komme. طيب دي أول جزء من الجملة. تاني جزء اللي هو لما نحط فايل. فايل لو أنا قبل بشيل فايل كده الأول ich bin müde، صح؟ خدناها من شوية. لو حطينا فايل قبليها weil ich müde bin، لأن فايل بتعمل إيه؟ بتودي الفعل في آخر الجملة وبتخليه متصرف زي ما هو. هي قاعدة das، هما الاتنين بيعملوا نفس الحاجة، بيودوا الفعل في آخر الجملة وبيخلوه متصرف زي ما هو. يبقى الجملة كلها على بعضها. لو عايز أقول أنا أعتقد إن أنا مش جاي عشان أنا تعبان، بقولها إزاي؟ ich glaube dass ich nicht komme. ich glaube dass ich nicht komme weil ich müde bin. weil ich müde bin. طب لو أنا عايز أقول أنا أعرف إنك مش جاي عشان أنت مريض، بتتقال إزاي؟ قولي تحت في الكومنتات. سلام.